مصري مغترب في السعودية اسمه إبراهيم الأولالي من فترة، وتحديدا في 2015 قرر يزور صديق ليه في مستشفى جيزان، وأثناء الزيارة حصل حريق كبير جدا في المستشفى. إبراهيم في الوقت ده كان ممكن يهرب بكل سهولة وينفد بجلده، لكنه أصر إن هو يحمل المرضى على كتفه وينقذهم من الحريق ويخرجهم من المستشفى. وبفضل الله إبراهيم قدر ينقذ 10 مرضى من الموت، ودخل عشان ينقذ المريض رقم 11، لكنه المرة دي ما خرجش من المستشفى واستشهد فيها. فتم اعطاء اسرته وسام الملك عبد العزيز وشيك بمبلغ 1,000,000 ريال، والوسام ده اصلا بيمنح لصاحبه صلاحيات كتير داخل المملكة، زي الدخول للسعودية في اي وقت بدون تأشيرة، ويقدر يزور الاماكن المقدسة في اي وقت بدون اي رسوم. ده كمان تذاكر الطيران مجانا مدى الحياة، وغير التسهيلات الحكومية ومبلغ سنوي، وتخفيض 50% من كل الشركات وتحديدا القطاع الخاص، ولايكات من كل جنب.